السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلفة إنشاء شبكة الري لفدان نخيل. الحقيقة في يعني عنصرين ثابتين في تكلفة إنشاء شبكة الري يعني لفدان النخيل، وفي حاجات وفي عنصر ثالث بتختلف قيمته يعني على حسب الخامات المستخدمة. العنصرين الثابتين هم تكلفة اليد العاملة أو التركيب يعني زي ما بيقولوا الشبكة، زائد عنصر الحفار اللي هو بيحفر الخطوط ويرجع يردمها تاني. دول تقريبا في حدود 3000 جنيه للفدان، ده رقم ثابت يعني ما بيتغيرش ايا كان المكان، يعني في حدود 3000 ينقصوا شويه يزيدوا شويه، لكن في حدود 3000 جنيه تقريبا الفدان. لما نيجي بقى نبص على الخامات، المواسير والقطع والمحابس والخراطيم، لا هنلاقي اختلافات كبيره جدا. ممكن حضرتك تشتري خامات لفدان النخيل ده ب 10000 جنيه، وممكن تشتري له خامات ب 30000 جنيه. وده معقول يا دكتور أسامة؟ والله في لفة خراطيم حضرتك ممكن تجيب لفة خراطيم مثلا ب 500 جنيه ضمان سنة مثلا ولا كده، حاجات درجة تانية وتالتة يعني. وممكن تشتري لفة خراطيم ضمان 5 سنين مثلا من شركة كويسة في حدود 1500 جنيه، يعني تقل حاجة بسيطة تزيد حاجة بسيطة حسب الشركة، لكن ده متوسط سعرها. المواسير برضو نفس القصة، المحابس نفس القصة. تاني حاجة ممكن تفرق كمان كمية الخامات. بمعنى ايه؟ بمعنى انا دلوقتي هعمل النخل بتاعي ده الخط ال 63 او في ناس بتعمله 75 يعني، هيروي كام نخلة يمين وكام نخلة شمال؟ هيروي نخلتين 3 يمين ونخلتين 3 شمال، ولا هيروي 5 يمين و5 شمال، ولا زي ما شفت شيء عجيب جدا 8 نخلات يمين و8 نخلات شمال على خط 63، والخط ماشي يعني حوالي 15 او 18 خط. يعني الخط 63 حضرتك مثلا لما تقول 8 يمين و8 شمال 16، ف15 خط ب 240 نخله على خط 63، كتير جدا. طبعا هيبقى عنده مشكله في ري النخل. والحقيقه النخل اللي بيشرب كويس، يعني عمر النخل اللي ما بيشربش كويس يبقى زي النخل اللي بيشرب كويس. فبالتالي لما حضرتك تعمل شبكه ري تروي بيها كويس وتبقى بتوصل كميه الميه المطلوبه بسهوله للنخله، وتبقى صيانتها اسهل، حضرتك بتضطر تستخدم خامات اكتر، وبالتالي تكلفه شبكه الري للفدان عند حضرتك بتبقى اكتر. زائد سعر الخامات كمان بيفرق من انا هجيب مواسير مصر النور ولا هروح اجيب مواسير درجه تانية ويمكن احيانا درجه ثالثه. لا انا هجيب خراطيم مثلا درجه اولى زي النخيل مثلا، ولا هروح اجيب حاجات درجه تانية. طب انا هجيب خراطيم ضمان سنه ولا ضمان 5 سنين ولا ضمان 3 سنين؟ كل دي عوامل بتختلف، فبتفرق في الاخر في سعر تكلفه فدان النخيل كشبكه ري. يعني لما حد يقول لحضرتك انا هعمل لك يعني شبكه ري الفدان نخيل ب 15000 جنيه، ما تقولوش انت كذاب، صدقه، لان هو فعلا يقدر يعمل لك بالرقم ده، لكن يعني يكون متاكد بنسبه 100% انه الخامات اللي هو مستخدمها كميه خامات ونوعيه خامات يعني اقل ما يمكن. واللي يقول لحضرتك برضو ان تكلفه شبكه فدان النخيل ممكن تصرف 30 و35 الف جنيه، صدقه، لكن دور وراه اتاكد ان هو بيستخدم خامات درجه اولى، وفي نفس الوقت معمول يعني الديزاين بتاع او التصميم بتاع شبكه الري بتاعه يغذي النخل بمنتهى السهوله. فدي الخلاصه، انه عاملين ثابتين وعامل بيتغير حسب ما حضرتك عايز تعمل ايه. انت ممكن تكلف 12 و15 الف جنيه، وممكن تكلف 30 و35 الف جنيه. ربنا يوفق الجميع.